سلام، كنتمنى هاد الفيديو تلقاكم في أحوال جيدة، وعندي لكم غريبة كاوكاو المعلقة مع أسرار النجاح ديالها. أكيد إلا تبعتو الطريقة ديالي غتنجح معكم 100%. مهم عندي نص كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران، من بعد قشرته، من بعد كنطحنوه مزيان. مهرمش كنهرمشوه مزيان، ماشي كنطحنوه كنعلكوه. المهم كيتطحن مهرمش مزيان، كيبقى محبب لينا باش كيعطي واحد في العضه كيجي زوين. كنزيدو كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، نفس الكاس كنزيدو به الكوك. كنخلطو هاد الكاوكاو مع السكر والكوك، من بعد كنزيدو 2 معالق كبار ديال الكونفيتور. المهم الكونفيتور اللي كيكون سائل، وكنزيدو 2 معالق كبار ديال الزبده. من الاحسن ديروا زبده حيوانيه باش كتعطيكم واحد المذاق زوين في الغريبه ديالكم. كنزيدوا واحد الساشي د الفاني، وكنزيد معلقه كبيره ديال الكاكاو. انا هنا درت الكاكاو المر. كنخلطوا هاد العناصر مزيان، من بعد كنزيدوا 3 ديال البيضات بالتدريج. كنبقاو ندخلو بيضه ببيضه، وكنزيدو خماره ونص ديال الحلويات. كنجمعوا العجينه ديالنا، كتبقى كتلصق في اليد، ما كنجمعوهاش بزاف. ما كتجيش العجينه قاصحه، كتجي العجينه خفيفه وكتبقى كتلصق لينا في اليد باش كتجينا الغريبه معلكه، وباش كتشقق. ملي كتكون العجينه قاصحه ما كتشققش لينا. هنايا انا زدت واحد معلقه صغيره ديال الجليكوز. المهم الا توفر عندكم زيدوه، ما توفرش بلاش، هو كيزيد يعطيها واحد التعليكه زوينه. بعد ما جمعنا الخليط ديال الغريبه كنخليوه يرتاح شويه. هاد العجينه هادي ما كتجيش قاصحه، كتجي مرخيه، كتبقى كتلصق في اليد. مهم كنبداو نكورو في هذيك الغريبه وحنا كندهنو يدينا بما زهر باش ما كتلصقش لنا العجينه في اليد. وما كنغطسوش الغريبه في ما زهر، وما كنغطسوهاش في البيض ديال البيض، حيت انا غطسناها في البيض ديال البيض ما غتشققش ليكم الغريبه. المهم كنكورو في هاد الغريبه ديالنا وكندوزوها في السكر كلاصي مزيان. كندوزوها مزيان في السكر كلاصي، السكر كلاصي اللي كيكون سبيسيال. هاد السكر كلاصي سبيسيال كيكون مخلط بالنشا باش ما كيتحرقش في الفران، وباش كيبقى في اللون ديالو هكذاك بيض، وكيعطيها واحد المنظر زوين. من بعد كنستفو الغريبه ديالنا في لاطا اللي كنكونوا فرشناها بورق الطبخ باش ما تلصقش لينا. كنبعدوهم شويه مع بعضياتهم، وكندخلوا الغريبه الفران اللي كيكون مسخن من قبل. ملي كنجيو ندخلوا الغريبه ديالنا الفران كنقصوا الفران مزيان، كنديروها من الفوق حتى كتشقق، وعاد كنشعلو من التحت. يعني كنشعلو عليها من الفوق حتى كتشقق، من بعد كنشعلو عليها من التحت باش كطيب من التحت. ما كنطيبوش الغريبه ديالتنا بزاف
باش كتجي معلكه حتى من الداخل. الا طيبتوها بزاف غتجيكم قاصحه في العده. الوغ ما طيبوهاش بزاف. والسر في هاد انها كتجي مشققه هي ان العجينه كتكون مرخيه، ما كتكونش قاصحه. وفي الطياب ديالها عاوتاني ما طيبوهاش بزاف باش كتبقى معلكه وكتبقى هكاك رطبه. هنايا انا راه درت يعني نص فنتو في السكر كلاصي، دوزتو في السكر كلاصي. وكاين واحد شويه اللي درتو اللي دوزتو في كاوكاو ايفيلي باش كيعطي واحد المنيضر عاود زوين، وكتجي هكاك كت كديروا جوج منيضرات كيجيو زوينين. المهم هذه هي الغريبه ديالتنا، راه كتجي زوينه. غير جربوا هاد الطريقه هذه اللي قلت لكم، هاد المقادير. كنتمنى هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم. كنتمنىكم تدعموني باشتراك وتشجعوني بجيم. وشكرا على المشاهده ديالكم.